بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هكلمكم عن الحمام الكينج والحمام العادي. ايه الفرق بين الحمام الكينج والحمام العادي؟ بص، الحمام ده حمام مثلا فرد عادي بلدي فلاحي اهو. وبص وده فرد حجمه كويس، يعني من الاحجام الكويسه. من الاحجام الكويسه. بص الفرد الكينج جنبه قد ايه. دي الناس اللي بتقول لك يعني ايه حمامه كينج ويعني ايه الفرق بينها وما كله حمام وخلاص. لا، بص يا باشا، ديت الحمامه الكينج اهي، دي حمامه كينجيه، ودي حمامه فلاحيه عاديه بلدي من بتوعنا. ومع ان دي حجم كويس، انا برضو بقول ان دي حجم كويس. لو انت شفت بلدي من اللي هو الصغير الرفيع ده هتلاقيه بيعدي من تحت رجلين الكينج. اما الحمامه دي حمامه حجمها كويس مش وحش. بص فرق بينها وبين الكينج قد ايه. فده الفرق بين الحمام الكينج والحمام الفلاحي بتاعنا. الحمامه الكينج بسم الله ما شاء الله، انا بنصح الناس تربيها. يعني ده الحمامه دي بتاكل ودي بتاكل. هو الكينج صحيح بياكل اكتر من الحمام الفلاحي، ولكن في الاخر شوف انت بتبيع الجوز الفلاحي ب 120 جنيه ب 130 جنيه، ممكن تبيع جوز الكينج فوق ال 1000 جنيه من الانواع الكويسه. شوف حضرتك وفرت قد ايه. ده حمامه ودي حمامه. انا ما انصحش اي حد يربي بلدي. بص فرق الحجم. الحمام الفلاحي للاسف حاليا هياكل بايه. هو لما ياكل على ما يطلع لك جوز بعد 45 يوم هيكون كلب ال 120 جنيه اللي هو هيجيب بيهم الجوز. اما ده خليه كلب في الشهر، او على ما يطلع لك الجوز كل 45 يوم او كل 50 يوم يطلع لك جوز. ممكن تبيعه يبدا معاك من 600 ويبدا ل 800 وال 1000 وفوق ال 1000 جنيه. ساعات كمان بنبيعه زغاليل فوق ال 1000 جنيه في الانواع الكويسه والسلالات الكويسه والمواصفات. ده الفرق بين الحمام الكينج والحمام الحمام البلدي العادي بتاعنا. طيب انا دلوقتي عايز اربي حمام كينج. انت بتجيب، انا بنصح اي حد عايز يربي حمام كينج تربي، تجيب شباب وتخليها تطلع عندك، لان في مشاكل كتير في البيع بالنسبه للحمام الكينج. في مشاكل كتير قوي في البيع. بيبيع لك فرد يكون ما بخصبش، يبيع لك نتايه ما بترقدش على البيض، ما بتبيضش، بتبيض بيضه واحده. مشاكل ايه الحمام. فانصحك ان انت تجيب لك جوز حمام يكونوا شباب او زغاليل وتطلعها لايدك وتكبرها. ده الكلام اللي انا بنصح بيه اي حد عايز يربي حمام كينج. بعد كده بتتوكل على الله، تحضر له العشه بتاعته وتحضر له المكان بتاعه. ان شاء الله ربنا هيكرمك فيه هتجيب منه شغل كويس. انا ايه اللي يخليني اربي حمامه صغيره زي ديت ما تجيبش حاجه وما تصرفش على نفسها، ما اجيب حجم زي ده. الحمام الكينج هو بسم الله ما شاء الله ملك الحمام. ولكن في ناس بتخاف منه، بتخاف تربيه، تقول لك ان هو انتاجه ضعيف. حضرتك لو بتدي كلفه متوازنه وبتدي له ادويه واملاح وكالسيوم ان شاء الله يعني ما تبقاش بخيل عليه. يعني الحمام ده ما ينفعش يتربى مع حد يبخل عليه. لازم تربيه، بتصرف عليه، ولازم ان انت تديله كل الاحتياجات اللي هو محتاجها. حمامه بسم الله ما شاء الله هتبيع زغاليلها بمبلغ، فاصرف عليها وظبطها. هو الحمام الكينج مناعته حلوه، يعني بسم الله ما شاء الله يستحمل معاك الامراض. ولو انت لسه بتعلم جديد او لسه بتربي حمام جديد ما تقلقش منه. هو بيحضن بيضه بوحده. ما يعني فينا انا باخد البيض بتاعه وبحضنه عندي عادي على حمام تاني. بس انت لو سبته هيرقد على البيض وهيطلع لك الزغاليل وهيزق الزغاليل. وحمامه يعني بسم الله ما شاء الله حنينه خالص، لو حبيت تاخد ابنها من تحتها على الدغدغه. فانا حبيت اوريكم الناس اللي عايزه تشوف الفرق. بص الفرق قد ايه. دي الحمامه الكينج اهي، ودي الحمامه البلدي. انا عايز اقول لك والله ان الحمامه البلدي دي حجمها كويس، حجم من الحمام البلدي الكويس، لان انا ما بربيش بلدي رفيع. حمامه حلو، حجم حلو. لو جبت لك حمامه رفيعه هتلاقيها مش باينه جنب الكينج، ولكن اهو بص الاول كاميرا جايباهم. فرق السما من الارض. لو عجبكم الفيديو ادعوا لنا دعوه كويسه، واسالني في التعليقات شوف انت عايز ايه. وانا عايز من اخواتي برضو اللي بتدعموني، حاول ان انت تنشر الفيديو، وحاول ان انت تساعد معايا، ما تتفرجش وتخلع يعني. اعمل اي لايك، شير الفيديو لاصحابك، كلنا نستفيد. لو عندك معلومه ارزعها لي في التعليقات من غير شتيمه. كان معكم طاهر غاوي حمام. السلام عليكم ورحمه الله.